هو إيه اللي بيحصل في المحيط؟ ظهور دواير وأنماط تشكيلية غريبة جاية من القاع، مش عشوائية. لا، ده معمولة بنمط ودقة وهندسة عالية. طب ده كائنات فضائية ولا حضارات سرية تحت الماء ولا رسائل جاية من الأعماق؟ فسنة 1995 قرب سواحل اليابان لقوا دوائر كبيرة ومحفورة في قاع البحر، كائنات هندسية وفنية مساحتها مترين، محدش عارف ايه دي. وبعد سنين من الحيرة الباحثين حطوا كاميرات في المكان علشان يراقبوا. وهنا كانت المفاجأة، اللي بيرسم الدواير دي هو ذكر سمكة البافر، بافر فيش. بيستخدم زعانفه علشان يحفر في الرمال ويعمل زخارف هندسية دقيقة جدا بهدف جذب الإناث. كل ده عبارة عن استعراض زواج، ولو الأنثى عجبتها الدائرة بتختار الذكر كزوج. الطريف بقى إن الدواير دي مش بس شكلها جميل، ده كمان لها وظيفة. التصميم المعقد بيساعد في حماية البيض من التيارات البحرية. يعني اللي كنا فاكرينه رسائل من الفضاء طلع مجرد حب واهتمام من سمكة بتحاول تبهر خطيبتها. سبحان الله. لو أول مرة تسمع عن السمكة ده دوس لايك واشترك في القناة وصلي على النبي في التعليقات.